احيائي. نعم يكمل السادس، وانا حبيت اوصل رساله. تصير طبيب؟ اي بالفعل ما شاء الله. بس الظرف بعد. تمام. انا حبيت اوصل رساله انه الانسان اذا خطا دخل السجن او مكنت عليه الظروف انه عادي، هاي مو نهايه العالم يعني. يقدر يبقى يدرس ويكمل الشيء اللي يريد يوصل له. تمام. سيدي وديتوا له سيارتين بامر السيد القائد المحترم بصدد انه قيد عزيز جان الكتاب يعني باكر الامتحانات مال البكالوريا الساعه 1 الظهر. 1 الظهر. فشفت انه اذا اسوي كتاب رسمي للسيد القائد يعني يتاخر. خبرته هاتفيا للسيد القائد، قلت له سيدي هيك الوضعيه وهاي موافقه العدل، بس احنا لان باكر امتحانات البكالوريا تبدي بوقتها، هو اول امتحان الاحياء كان هم يمتحنون. السيد القائد قال توفر له دوريات توديه يوميا للمركز الامتحاني وترجعه، وبقى يسالني السيد القائد يعني الامانه انه وضعيته دراسته كذا، قلت له يبشر بخير ان شاء الله. والحمد لله والشكر طلع معدل جيد وهاي فرحتنا يعني الله شاهد. بارك الله فيك. عندك فد شيء تقوله للسيد القائد؟ انا احب اشكر الجميع لان ودوني الامتحان، حتى كانوا يراجعوا لي بالسياره مال الامتحان ويديرون بالهم عليه. يعني يراجعوا لك اللي وياك بالسياره؟ بالسياره يراجعوا لي الدروس وهاي، ويفرحون من اطلع اقول لهم مجاوب، يعني وجوههم تبتسم. حاب اشكرهم. هو الحلو حتى بالمدرسه مو تروح وياه السياره مسوات سيدي، فكان انه وكانه رايح الحمايه. لا هي سابقا يعني انا معاصر هاي الفترات القديمه، يعني بال 76 بال 75 كنا طلاب ثانويه ابن خلدون بمنطقه العبيدي. كانوا يجون ويانا طلاب يعني من مدرسه تدريب الفتيان، هي هم يعني دائره اصلاح، فيجون يعني يداومون دوام اعتيادي بدون لا حمايه ولا حراسه. يخلص الدوام مال المدرسه يرجعون للدائره، دائره الاصلاح، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وبيهم جماعه يعني تفوقوا بالدراسه ووصلوا مراحل متقدمه وتخرجوا وخلصوا مده محكوميتهم وبداوا يمارسون اعمالهم بشكل طبيعي. يعني يحتاج يعني هم اعاده النظر بعض الامور، مثل هذا عنده قيد جنائي او كذا. هو من دخل دائره الاصلاح بالتاكيد يعني اصلاح ذاته. احنا زين انا دفت لك عليه هسه لما كنا على صفحه. هو هدفه يريد يكمل كليه كقائد شرطه بغداد ومدير احداث، تقدرون تساعدوه؟ نعم نساعده، ليش لا؟ ابننا هو هذا يعني كل مواطن عراقي هو ابن واخ، واحنا نساعده في تحقيق ما يطمح اليه وحسب امكانياتنا، وان شاء الله امكانياتنا المتاحه جيده، حتى لو من جيبنا الخاص يعني شو يحتاج احنا حاضرين. ايوه ايضا شكر للاخوان تعال تفضلوا الاخوان في وزاره العدل ايضا كانوا ثلاثتكم تعالوا في دائره الاصلاح الاجتماعي كان اهلا وسهلا. سيد القائد شرطه بغداد، شنو رايكم بهاي التجربه اللي سوتها الشرطه العراقيه وتحديدا شرطه بغداد؟ والله نشكر جهودكم لان تابعتوا قضيه مصطفى وتعاونتوا ويانا حتى نقدر نوصله الى مدرسته ويحقق الهدف اللي هو كان يرغب به. راح تساعدوه بالبكالوريوس؟ بالتاكيد طبعا. يصير طبيب. يستاهل مصطفى. يلا موفق ان شاء الله. الطموح عنده والحافز عنده. احنا كل اللي سويناه انه مجرد شجعناه، وجهنا جهوده وركزناها على الهدف اللي هو يريده ووصل ويستاهل مصطفى. هاي رسالتنا للجميع ان شاء الله، الكل من يدخل الى دائره الاصلاح، اصلاح الاحداث او اصلاح الكبار، انه يسعون ويطورون قدراتهم حتى يوصلون للي وصل له مصطفى. قياده الشرطه جاهزه للمساعده بهذا الموضوع؟ نعم حاضرين في اي وقت، مو بس المصطفى يعني للجميع. اي واحد يجي قياده شرطه بغداد يحاول يحتاج مساعده احنا حاضرين. بارك الله فيك. بس نكرمل مصطفى فد شيء بسيط سيدي جنابك. يستاهل. يلا مصطفى هديه نجاحك، موفق ان شاء الله. شايف كل الخير. هاي سيدي جماعه واصدقائك. وهذا ما كي ورد السيد قائد شرطه بغداد. احنا تحفظنا على انه يطلع وجهه كامل بس عيونه بالكمامه، وهو راد يطلع وجهه بس احنا الشكر موصول الى دائره اصلاح الاحداث. نعم. يعني متعاونه ويا شرطه الاحداث، جهودهم كبيره يعني في يعني تعرف الانسان دائما يعني اذا يرتكب خطا يعني مو مثل ما قال مصطفى مو نهايه العالم. ممكن واحد اصلاحه واعادته الى الطريق القويم، وبالتالي جهودهم كبيره ومشرفه. وكثير من الشباب اللي يعني جنح باتجاه قضيه معينه فتم اصلاحه وخلص المحكوميه مالته وعاد مواطن اندمج مع المجتمع بشكل طبيعي. والمجتمع ايضا يعني المجتمع العراقي مجتمع مثقف، مجتمع
صلات اجتماعية طيبة، فبالتأكيد يتقبلوه ويساعدوه على أنه يستمر بحياته ويتدرج ويتزوج ويعني يعيش حياة طبيعية، ما نظل مأشرين عليه أنه هذا ارتكب جنحة أو جريمة أو كذا، ونظل نحاول نسوي له إحباطات وغيرها. لا بالعكس، كون ندعمه ونشجعه ونساعده في سبيل أنه يكون مواطن صالح بالمجتمع. بارك الله فيك سيدي. بيكم. شكرا اساتذه. شكرا سيدي.